حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بقى كده ابتدينا نفضي الرفوف اهو نهائيا. شلنا من عليها بقى الشغل كله اهو زي ما انتم شايفين. بنعبي بقى في كراتين. ابو جانا بقى بيجمع لي الحاجات اهوت. سلم السلام عليكم احلى متابعين قناه يوميات عائله عبد الحميد وجهاد ونسوم. معلش احنا مدربكين الدنيا عشان بنعمل لوك جديد للمحل عشان السنه الجديده زي ما انتم شايفين بقى عام 2023 وبنعمل لوك كده. فانت هتشوفوا معانا النهائي ما شاء الله ما نخلص. بس طبعا بقى احنا بنلم الشغل اهو في كراتين زي ما انتم شايفين. بنلمع طبعا الشغل اللي هو موجود عندنا لان احنا لسه حاجزين بقى ان شاء الله شغل جديد جاي لنا في المحل بامر الله. فطبعا الشغل اللي موجود معانا هنلمع كل قطعه ونظبط الدنيا وكده على اساس ايه ان احنا يبقى كل حاجه عندنا تمام التمام. بصوا يا جماعه احنا مدربكين الدنيا ازاي. نزلنا الشغل كله في الارض اهو زي ما انتم شايفين كده مع بعض. طبعا في حاجات عماله تتكسر وكده وده وارد بقى طبعا عشان احنا مكركبين الدنيا. فضينا الباترينا خالص اهو وعلقنا بقى اللوحه اللي مكتوب عليها ان احنا في مفاجآت جامده جدا ان شاء الله. افتتاح جديد ودنيا جديده هتشوفوها مع بعض. بصوا يا جماعه الشغل كله في الارض اهو. وطبعا نزلنا حاجات من على الستاند كتير بقى. هننزل كل صنف لوحده ونظبط الدنيا. تابعوا معانا لحظه بلحظه. بصوا يا جماعه بصوا الكركبه اهو. طبعا الدنيا كانت مقربه برده كتير. بصوا يا جماعه تراب عايزه اقول لكم في كل حته. بصوا الشارع مبهدل الدنيا. فشوفوا معانا بقى لحظه بلحظه اهوت بنظبط الدنيا. وانا برضو بقول يعني حلو التجديد في كل مكان مش بس في المحل او مثلا لو عندك مكان اكل مش لازما في المحل بس. ممكن بقى يبقى التجديد معاك مثلا في بيتك. مش شرط ان انا اجيب حاجات جديده لا ممكن اغير اماكن من مكان لمكان لده لده. صدقوني بيبقى بيجيب طاقه ايجابيه وبتبقى الدنيا جميله معانا. فانتوا اتفرجوا وتابعوا معانا لحظه بلحظه. ابو جانا بقى يفضلي الرفوف برضو اللي هناك اهو. موضوع مربك جدا يا جماعه. ادعوا لنا بس نخلص كده ان شاء الله كده ونظبط الدنيا اهو يا جماعه. بقى زي ما انتم شايفين كده بجمع كل صنف لوحده واكتب من بره زي بالظبط كده عزال العروسه لما بيكتبوا كل كرتونه عليها ايه للنيش حاجه النيش وكده. علشان طبعا احنا واحنا بنوضب المحل وكده عايزين ناخد بالنا عشان مفيش حاجه ان شاء الله يعني تتكسر. يعني نحاول ان احنا ميبقاش في خسائر كتير او كده. بصوا بقى يا جماعه انا عملت ايه هنا اهو. بحط كل صنف لوحده يعني مثلا ازاز لوحده التوابل لوحدها كل حاجه على حده زي ما انتم شايفين كده. بس كل قطعه هتدخل ان شاء الله كده لازم انا اخليها زي الفل مفيهاش اي تراب ولا اي حاجه. هي الحمد لله برضو مش مبهدله نظيفه زي الفل وجديده اهو. يا جماعه بقى خلصنا زي ما بقول لكم كده كل حاجه لوحدها. طبعا جمعنا كرتونه اهي ورا ثانيه برضو بنكتب عليها كل حاجه عشان برضو اما اجي ارص ان شاء الله جديد يبقى كله تمام وابقى انا عارفه ده ايه او كده اهو. الكرتونه الثانيه برضو اهي خلاص. احنا بس بمسك يعني انا دلوقتي برضو بنصح اي حد عايز يرتب حاجه او كده يا ريت كل صنف تبداوا بيه لوحده. مش تجيبوا مثلا بلاستيكات على ازاز على اطباق على مش عارف ايه. لا ترتيب وتنظيم في كل شيء تبقى انت داخل عارف انت هتشتغل ازاي. يعني الاهم من الشغل تظبيط الشغل زي ما بيقولوا. كل صنف لوحده واحطه. انا ابتديت ان انا اجمع في الازازه اهو وان شاء الله برضو اكمل الباقي اهو برضو احطه واوريكم معانا. دلوقتي يا جماعه اهو هنا بنفضل الرفوف. انا كامل الناحيه دي كله. يعني المره دي احنا بنعمل تطوير للمحل كله كامل. يعني بنغير من نظام المحل 360 درجه عشان نقبل السنه الجديده كده بالبضاعه الجديده ويبقى ان شاء الله سنه حلوه علينا وعلى الناس كلها. وهنعمل ديكورات حلوه في المحل. انا دلوقتي بعمل لكم الفيديو ده عشان تعرفوا المحل في الاول عملناه ازاي. بصوا يا جماعه لما نشوف بعد التطوير عايزه اقول لكم احنا منزلين المحل كله في الارض. بصوا بصوا يا جماعه طبعا اللي احنا بننزله اهو بنعبيه في كراتين اهو. فضينا الباترينا برضو خالص نهائيا اهو. فضينا الرفوف هنا وابو جانا برضو شال الرفوف بقى هنا. ده نمسح الرفوف عشان نشيله وايه ونظبط المحل كده فضل ربنا كده برضو. لازم بنحافظ على كل حاجه موجوده ان شاء الله. رايكم بقى كل الرفايع دي هتتشال دلوقتي وارجع لكم تاني اوريكم. ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ النهارده اقوى وفن
ايه رايك يا مالك في التغيير اللي احنا بنعمله ده؟ تحفة. بصوا بقى يا جماعه، ده مكان الرفايع اهو زي ما انتم شايفين اهو. ابو جنى فضى كل الاستندات اهو زي ما انتم شايفين، بينزل كله اهو. عندنا المكان ده شلنا منه الارفف، وشلنا برضو الحاجات اللي هنا اهو، وهننزل لسه ده طبعا عشان الحمد لله يعني انا قصيره فمش طايله اللي فوق، فسبت لابو جنى اللي فوق، نزلت اللي انا قدرت عليه وهو ينزل لي بقى ده كده. بتشيل الحوامل بتاعت الرفايع دلوقتي اهو من عين على جنب. ماشي اهو. عشان نقدر نظبط من جديد. يلا ابو جنى بقى نزل لي الرفايع دي كده. لا يا مالك تعالى للتعاون. لا ما انا هقول لك هتعمل ايه دلوقتي. مالك عايز يساعد باباه. طب تمام تمام. حلو قوي ان احنا نعلم ولادنا يا جماعه ان هم يساعدونا طبعا. طبعا علشان يتعلموا ان هم يشيلوا مسؤوليه. انا عارفه ان هو صغير، ما تقولوا لي مسؤوليه ايه وكده، لا بس لما يعتمد ان هو يساعد وحاجات زي كده يطلع بقى يعني زرعنا فيه الحاجات الحلوه دي، ان هو يقدر يساعد اللي حواليه لو يقدر طبعا حاجه في مقدرته، وفي نفس الوقت يعتمد على نفسه ويطلع راجل كده ومية مية. انا مبسوطه من مالك بيساعد بابا. كده يا جماعه احنا خلاص فتحنا بقى المحل خالص كده بقى. نبدا بقى نوظف فيه بقى ونظبطه ونعرفكم بقى بالجديد ان شاء الله. الدنيا فضيت خالص خالص خالص. كده احنا نزلنا المحل عشان تعرفوا الفرق من دلوقتي، والجزء الثاني ان شاء الله في الفيديو الثاني ما نظبط بقى المحل ونفرشه لكم بقى. طبعا يا جماعه بقى حصلت حاجه يعني بجد والله العظيم انا مبسوطه بجد بجد بحب الناس كتير لينا. انا طبعا جايه علشان انتوا عارفين ان انا عايزه اغير الديكور وكده. كل حبايبنا وكل الناس اللي عارفه ام جنى وابو جنى رايحين جايين على المحل، فزعلوا جدا بيحسبونا ان احنا بنلم حاجتنا وماشيين وكده، فزعلوا قوي قوي. انا بشكر الناس كلها على محبه الناس لينا، كنز بجد والله العظيم. مبسوطه قوي 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 وفرحانه بحب الناس لينا. الناس زعلت كتير قوي لما لقونا بنفضي حاجتنا من المحل. مش عايزه اقول لكم بقى يعني شفت في عينيهم حب كبير قوي قوي. ربنا يخليهم ليا احلى متابعين في الدنيا. اهو يا جماعه بقى زي ما انتم شايفين كده، طبعا لمينا الحاجه اهو زي ما قلنا لكم امبارح. بصوا يا جماعه الدنيا عامله ازاي. المحل عايزه اقول لكم فوقيه تحتيه. بصوا طبعا بقى الله يبارك له كده الباشمهندس بيدهن لنا المحل اهو ما شاء الله. عايزه اقول لكم شكله تحفه، وطبعا بيبدا بقى من فوق كده بيدهن من فوق. قولوا لنا ايه رايكم في اللون الجديد ده؟ قولوا لنا بقى رايكم ايه في التعليقات. انا يعني قلت هتقولوا لنا في التعليقات كده ايه رايكم في اللون ده اهو. تسلم ايدك بجد يا ابو يوسف اهو. مستنيين بقى طبعا ده اللون القديم اهو عشان تبقوا انتوا عارفين. دي الحيطان القديمه يا جماعه، اللون اللي كان موجود القديم اللي هو الكافيه الفاتح. فاحنا حبينا بقى نغير كده شويه اهو. ده القديم اهو عشان تبقى انتوا عارفين، وادي الجديد اهو. بنوضب وبنظبط اهو. طبعا احنا قلبين الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يا جماعه نوريكم بقى كده ان شاء الله في التشاطير. ما شاء الله اللون بقى اهو ماشي مع لون الخشب. شكله تحفه على الطبيعه اصلا. عايزه اقول لكم بقى الوقت متاخر اصلا، الساعه داخله على 1 واحنا سهرانين في المحل بنرتب الدنيا عشان نلحق نشطبه وكده عشان رأس السنة. طبعا ايه سنة جديدة، كل سنة وانتوا طيبين. يا جماعة بقى الشكل النهائي لما المحل اهو كله اتظبط. طبعا احنا بس بنتكلم على الديكور او الدهان. ان شاء الله خلصنا اهو. اللهم بارك. بصوا يا جماعة الجمال
واحب اقول لك تسلم ايدك والله يا ابو يوسف بجد، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه والله العظيم. ربنا يفرح قلبك يا رب ويسعدك زي ما انت فرحتنا واسعدتنا كده يا رب، ويجعل كل الدعاء الحلو كده يبقى من نصيبك ان شاء الله. اهو كده اهو يا جماعه المحل بقى عشان تبقوا انتوا معانا خطوه بخطوه كده. اهو طبعا احنا لسه البضاعه ما فرشناش ولا عملنا اي حاجه، يا دوبك بس كده خدنا اللون اهو. الدهانات طبعا لسه في الارض والدنيا مكركبه على الاخر، بس الاهم بقى ما انا مبسوطه ان انا عملت المحل بتاعي، مبسوطه ان انا عملت يعني ايه، حبيت ان انا افرح ام زيزو واعمل لها احلى حاجه. وعايزه اقول لك مهما اعمل علشانك مش هيكفي اللي انت بتعمليه والله معايا، وكل سنه وانت طيبه. وكده يا جماعه هورينا لكم بقى المحل بعد ما لمينا البضاعه ودهناه وجددنا فيه كده. لسه بقى ان شاء الله بقى اوريكم بقى في الجزء الثاني ان شاء الله بقى المحل هو بيتفرش وبيتشطب وبيتظبط لاستقبال عام 2023. ولو عجبكم الفيديو اشتركونا بقى في القناه وفعلوا الجرس وتشوفوا مننا كل جديد. ويلا نقول لكم مع السلامه.